حاجة مهمة جدا الفرق ما بين الفلو بار وما بين السلوت لينير. الفرق الأساسي ما بين الفلو بار والسلوت لينير، طبعا الاتنين في الكاتيجوري بتاع مخارج الهواء اللي هي الاسبكت ريشيو بتاعتها بتبقى كبيرة، فبالتالي عرضه في الأغلب بيبقى قليل، طوله بيبقى طويل جدا، فبيوزع بشكل طولي بشكل كويس جدا. بس الفرق الأساسي ما بينهم، طبعا الفلو بار يعتبر من الحاجات الجديدة على السوق المصري، ان الفلو بار بيتعمل بشكل بيبقى مخفي بالكامل، بيبقى باين بس السلوت كانه الجزء بتاع اللايتنج اللي هو الليد بروفايل مثلا. تمام، فده بيدي شكل جمالي جدا في الشكل بتاع السقف بتاعي. السلوت لينير طبعا قديم ومتعارف عليه وموجود، بيبقى في الرومز والاماكن اللي هي زي الهولز او الحاجات المداخل بتاعه الفنادق. الفكره الاساسيه بتاعته ان هو بيبقى ظاهر بالكامل، ده بيبقى شايفينه بالكامل موجود وبيبقى ظاهر بالكامل، مش زي فكره الفلو بار او الليد بروفايل. الفرق الثاني هو طبعا في السكنس او الفتحه دي، مقدار الفتحه دي. الفتحه دي هنا بتبقى كبيره شويه في الفلو بار، في الاغلب بتبقى بوصه وممكن تبقى اكتر من كده. تمام، في اللينير سلوت في الاغلب الفتحه دي بتبقى 3/4 بوصه، فبالتالي هنا عشان خاطر استخدام الفلو بار في الاغلب بيبقى على فتحه واحده، اما السلوت لينير في الاغلب شكل الفتحه الواحده بيبقى شكله اجلي شويه في السقف، فبيتم استخدام 2 سلوت او 3 سلوتس او اكبر من كده كمان.